طلبت من الذكاء الاصطناعي باش انه يتوقع لي المسار ديال كأس افريقيا، يعني يتوقع لي المنتخبات اللي غيتأهلوا الاولين، المنتخبات اللي غيتأهلوا في المرتبه الثانيه في المجموعات، او حتى افضل اربعه ديال المنتخبات غيحتلوا المراتب الثلاثه وغيتأهلوا. المجموعه الاولى الذكاء الاصطناعي توقع بلي المغرب غيتأهل هو الاول، مالي غتحتل الرتبه الثانيه، وزامبيا غتحتل الرتبه الثالثه وغتأهل من بين افضل أربع منتخبات غيحتلوا المرتبة الثالثة. المجموعة الثالثة مجموعة الموت، فالذكاء الاصطناعي توقع أن مصر غتأهل هي الأولى، جنوب إفريقيا غتأهل هي الثانية، وأنغولا غتأهل كأفضل وحدة من أفضل أربع منتخبات غيحتلوا الرتبة الثالثة. المجموعة الثالثة الذكاء الاصطناعي توقع بأن نيجيريا غتأهل هي الأولى وتونس غتأهل هي الثانية. المجموعة الرابعة فالذكاء الاصطناعي توقع بلي السنغال غتأهل هي الأولى وجمهورية الكونغو الديمقراطية غتأهل في المرتبة الثانية. ما يخص المجموعة الخامسة فالذكاء الاصطناعي توقع تأهل ثلاثة ديال المنتخبات، الجزائر في المرتبة الأولى، بوركينا فاسو كثاني منتخب، والمرتبة الثالثة غينيا الاستوائية اللي حتى هي غتأهل ضمن أفضل أربعة ديال المنتخبات غيحتلوا المرتبة الثالثة. فيما يخص المجموعة السادسة والأخيرة فالذكاء الاصطناعي توقع تأهل الكوت ديفوار في المرتبة الأولى، توقع الكاميرون في المرتبة الثانية، وتأهل موزمبيق كآخر منتخب غيتأهل ضمن أفضل أربعة ديال المنتخبات احتلوا المرتبة الثالثة. في مواجهات الدور 16 حسب نظام الكاف فالسنغال غادا تواجه أنغولا والسنغال هي اللي غادا تربح. مالي غادا تواجه تونس، مواجهة بدنية صعيبة ولكن تونس هي اللي غتفوز بفضل الخبرة. مصر غتواجه زامبيا ومصر هي اللي غادا تفوز. ساحل العاج أو كوت ديفوار غتواجه بوركينا فاسو وساحل العاج هي اللي غتنتصر. الجزائر غتواجه الكونغو الديمقراطية، مباراة قوية جدا ولكن الجزائر هي اللي غتأهل. نيجيريا غتواجه غينيا الاستوائيه ولكن نيجيريا هي اللي غتأهل. ثم المباراة السابعة جنوب افريقيا غتواجه الكاميرون، قمة الدور قد تبتسم للكاميرون. ثم المباراة الأخيرة المغرب ضد الموزمبيق وكيتوقع فوز المنتخب المغربي في الرباط. مباريات دور ربع النهائي السنغال ضد تونس، الذكاء الاصطناعي كيتوقع فوز السنغال بفضل العمق الهجومي. مصر ضد كوت ديفوار، الذكاء الاصطناعي كيقول بأن هذه المباراة هي تكرار النهائيات السابقة ويقدروا ينجحوا الفراعنة في إقصاء البطل بفضل التنظيم الدفاعي اللي عند مصر. الجزائر ضد نيجيريا كلاسيكو إفريقي والذكاء الاصطناعي كيتوقع تأهل الجزائر بروح المحاربين. ثم أخيرا المغرب ضد الكاميرون فهو اختبار حقيقي للأسود وبدع من الجمهور المغربي اللي غيتأهل. فما يخص نصف النهائي ولا المربع الذهبي السنغال ضد مصر، مباراة ديال الأعصاب ولكن الذكاء الاصطناعي كيتوقع تأهل السنغال للنهائي الثالث تواليا. المغرب ضد الجزائر ديربي مغاربي حارق، الذكاء الاصطناعي كيتوقع تأهل المغرب وان هذه المباراه غتكون مباراه الموسم. النهائي ما بين المغرب والسنغال، فهذا السيناريو غيواجه المغرب غول القاره الافريقيه في السنوات الاخيره اللي هو السنغال. التوقع كيميل المغرب هو اللي غيتوج باللقب الغالي. شنو لكم نتوما في التوقعات ديال الذكاء الاصطناعي؟ انا جاتني توقعات منطقيه باختصار. طبعا هذا الشيء ماشي بالضروره يوقع لان كره القدم خصوصا في افريقيا ما كتحترمش المنطق، ولكن